بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو الدرس رقم 31 من دروس الفقه المالكي بهذا المسجد المبارك، مسجد التقوى بذراع بن خدام. آخر درس تحدثنا عن الصلوات غير الفرائض. أذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، هذا كله شرحناه إلى آخره، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول. يعني المهم دنا من النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل عن الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أجابه في أمر الصلاة، قال: 5 صلوات في اليوم والليلة إن يستظليت 5 ظلة يريضك ذواس، 5 ظلة 5. فقال: هل علي غيرها؟ هل ترى عندي صلوات أخرى مفروضة علي؟ قال: لا، إلا أن تطوع. صافي. إذن المفروضات المكتوبات 5 صلوات. صلاة الظهر بدأت بها كما تعلمون، هي أول صلاة ظهرت وتصلى بالظهيرة، وأول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل هي هذه. تظل تمزور فيك الظل النبي عليه الصلاة والسلام وكل جبريل الطهور، لذلك اسمه الظهر ظهرت. تنساتي تظل تمزور في ديفانا، يعني يقزل النبي عليه الصلاة والسلام وكل جبريل. ظهر، عصر، المغرب، العشاء، الفجر أو الصبح. قال: لا، إلا أن تطوع، إلى آخر الحديث. هذا شرحناه. كذلك شرحنا مسألة مهمة جدا، وهي الحكمة من النوافل، سواء كانت الرغائب ولا السنن العادية، السنن المؤكدة، الرواتب قبل الظهر، بعد الظهر، بعد المغرب، قاعد شرحنا هذا، ولكن نعود إليها بالتفصيل، خاطر اليوم نبدأ في السنن المؤكدة، ولكن فقط التذكير باش أربط درس اليوم بالدرس السابق. الحكمة من النوافل، علاه ربي فرض النوافل؟ كاين حكمة، كل حاجة عندها حكمة، لأن إن الله كان عليما حكيما. منها جبر النقص الحاصل في الفرائض. واحد كيصلي الفريضة كيما يدير صعب باش يعني يصليها كما هي بأركانها وشروطها ومستحباتها ومندوباتها ويتفادى مكروهاتها. كي ينقص حاجة يجبر النقص الحاصل في الفرائض بالنوافل. نرقع أين يخصن ديال الفرائض، الترقيع يكون بالنوافل ويكون بالاستغفار. احنا كي نكملوا الصلاة، السلام عليكم السلام عليكم، بعد واش نديروا؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله 3 مرات. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ونتفكروا حديث معاذ بن جبل اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله يا معاذ والله إني لا أحبك. قالوا: نحبك. ما تنساش عقب كل صلاة باش تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وتذكر قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذا الخشوع روح الصلاة. نقول: هل ترى فعلا عندنا خشوع ولا الخشوع ناقص؟ نستحضر هذه المعاني. النقص هذاك إن شاء الله يجبر بالنوافل. إذن هذه حكمة من حكم تشريع النوافل. أين يخص ذي الفريضة أثنى رقع يعني الفريضة. وطبعا في ذكرنا الحديث باش ما نعودوش إن شاء الله ندخلوا في الموضوع اليوم. الحكمة الثانية نيل محبة الله ورضاه. اللي يدير نوافل إن شاء الله ينال محبة الله ورضاه. يحمل ربي وذي ظروف الناس، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه إلى آخره. ذكرنا هذا الحديث الطويل أيضا بلا ما نعودوه، المهم نذكره فقط بهذه المعاني إلى غير ذلك. المهم كل هذه الحكم من أجلها شرعت هذه النوافل بجميع أنواعها. اليوم إن شاء الله تعالى مع الدرس رقم 31 من دروس الفقه المالكي. نبدأ اليوم
نشرحوا السنن المؤكدة اللي هي 5. كاين صلاة الوتر، كاين عيد الفطر، صلاة عيد الفطر المبارك، صلاة عيد الأضحى، وصلاة الاستسقاء، وصلاة الكسوف، أي كسوف ضوء الشمس، ماشي الخسوف. الخسوف ذا نظن خسوف ضوء القمر. تقدقي الصلوات اللي نشرحوها إن شاء الله وهي سنن مؤكدة. لماذا سنن مؤكدة؟ خاطر النبي صلى الله عليه وسلم يخدميثن أطاس. الله يبارك. خلينا نبداو في حسب الوقت اللي عندنا، نبداو في صلاة الوتر اللي راح نصليوها دائما بعد صلاة العشاء أو قبل صلاة الفجر حسب الحال كما سنشرح الآن. أولا معنى الوتر. الوتر لغة معنى الفرد، وهو ما يقابل الشفع معناه الزوج، والوتر معناه الفرد، الشفع الوتر. مدين الشفع معناتها سناث، مدين الوتر معناه يوث. هكا الله وتر معنى ربي يون، الله وتر ربي يون. حتى في موضوع في الفرائض ما يسمى بالرد والعول. في العول يقول لك فيه الأصل يعول إلى كذا وترا لا شفعة. ما هو الأصل الذي يعول من إلى وترا لا شفعة؟ يعول إلى اللي هو 6. الأصل 6 يعول إلى 7، يعول إلى 9، ولكن هذا يعول شفعا وترا. كان واحد الأصل اللي هو 8 يعول إلى 17 وترا لا شفعة، ولكن الأصل 6 يعول شفعا ووترا، والأصل 24 يعول إلى وتر واحد، يعول إلى وتر واحد اللي هو إلى 27 فقط. يعني الأصل 24 يعول إلى وتر واحد اللي هو 27 في المسألة المعروفة بالمسألة المنبرية. المسألة المنبرية التي أفتى فيها علي بن أبي طالب في منبر الكوفة. إذن المعنى الاصطلاحي ما معنى الوتر؟ هي الركعة الواحدة التي تصلى بعد صلاة العشاء. وقيل معنى اصطلاحا ليش تصلي الوتر معنى ذي وثر ركعاني تصلى من بعد تصلي العشاء. اتفقنا؟ لا هذا مكان، أو تصلى قبل الفجر حسب الأحوال. هذه هي الركعة الواحدة تسمى الوتر، يوث، تكون مسبوقة بشفع، يعني شفع الوتر، شفع 6 ركعات الوتر يثنى ركعة. ثانيا فضل صلاة الوتر، نبينوا واش من الفضل اللي عندها صلاة الوتر. صح الفضل ذا من القرآن، احنا كي نعرفوا فضل حاجة باش نحافظوا عليها، إلا ما عرفناش الفضل ما نحافظوش عليها. النبي صلى الله عليه وسلم أولا القرآن ربي قال في سورة الفجر والشفع والوتر، وعند جماهير المفسرين المقصود هنا الشفع والوتر، معنى تيزول ليك تيقالك نزالا اللي نصليوها في آخر الليل، نصليوها بعد عشاء مؤدات. علاش قول بعد عشاء مؤدات؟ شوف الفقهاء يقول لك حاجة معناتها ممكن واحد يقول لك صلي الشفع الآن ما يصليهاش الآن. هذه كاركنا الظل الشفع الوتر تروح هذا الصلاة خاطئ، لازم تصلى
بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء المؤدات، بعد أدائها، بعد صلاة العشاء أنزل الشفع ذي الوتر. وثقي الآية ولا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث رواه الإمام الترمذي وابن ماجه وأبو داود والنسائي، حديث صحيح. فشو دينا؟ يا أهل القرآن أوتروا، يتسمسلي يا أهل القرآن يعني ذنكني أي نسلم أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. سبحان الله، شوف الحديث النبوي ربطوا بوحدانية الله، فإن الله وتر وحدس لا شريك له يحب الوتر. إذن النبي عليه الصلاة والسلام غادي قال يا أهل القرآن أوتروا من ظلم العشاء، ختم الثظل ثنون، إما العشاء بعد العشاء نغ صلاة الليل ليقوم الليل مثنى مثنى كما سنصل في أحاديث تترى، مثنى مثنى مثل ركعتين ركعتين ركعتين، وبعدين نختمها بالوتر. في رمضان تعرفوا كامل نصلي وصلاة التراويح زوج ركعات، زوج 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 8، نزيدوا زوج نتاع الشفع ونزيدوا وحده نتاع الوتر، هاي 11. ويجوز باش نديروا كما يديروا في الاخرين، مثلا في البقاع المقدسه كم تتبعوا الحرمين الشريفين يديروا زوج 20 ركعه، 20 ركعه اللي يصلي. وفي الاشهر الاواخر يزيد واحد يعني يدير صلاه التهجد. إذن في هذه الأحاديث كلها ورد، وسنأتي إلى هذه الأحاديث إن شاء الله تعالى كل سبحان الله. بعد المستويات يعني مادام هذا يجوز هذا يجوز هذا يجوز، والله يبارك، ونخدموا بالعرف القائم الفقهي، بالعرف الفقهي القائم تحقيقا للاستقرار. واللي بغى يزيد يكمل في داره يكمل في داره. لو كان يغورنا شحال نصلى إذا يغورنا مثلا ديال الجامعة 8 ركعات، أتصوح تيزيد 8 ركعات، تهضر بوزقل 8 ركعات، عين الحمام 8 ركعات، ديال الحراش 8 ركعات، عندها تروح 8 دي وهران دي قسنطينة 8. أنا من الشفاعة أنا من الوتر، الله يبارك. ولكن فقط في رمضان نصليها جماعة، سأنبه إلى هذا بعد حين. فبالتالي ولكن ما إلا هو يظل ك20 يجوز، وما يولي غادي الظال هذه يرمي بخام، هذه الظال عادي، هذه الشطحة ذكر هذه الظال ما تيسر، فقط لا يعيد الوتر إذا كان قد صلاه، إذ لا وترني في ليلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. ربي يحمل، والوتر صافي 2 ركعة، ربي يحمل. مادام ربي يحمل إلا كان حملين يحمل ربي يحمل النبي صلى الله عليه وسلم. نقطة ثالثا صفاته، يعني صفة الصلاة كيف تتم؟ ركعة واحدة. الوتر ركعة واحدة، يعني كيف نصليها؟ ركعة واحدة. كيف ركعة واحدة؟ معنى بالفاتحة وما يتبعها من القرآن يتلى بالركوع وبسجدتين وبعدين تحيات وكذا صلاة إبراهيم وبعدين السلام. ركعة واحدة يوث، لحديث ابن عمر رضي الله عنه، الله يسقيك من حوض النبي. لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال إن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سأله عن كيفية صلاة الليل. أشو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مثنى يعني فضلت القيام مدقيض. وطبعا صلاة الليل يفضل ربي سبحانه بعد المكتوبات، بعد المفروضات تأتي في الترتيب صلاة الليل. ولاش تظليت النافلة يعني يقسعنا زلذام القرآن من قيام الليل، ولكن بعد المفروضات، بعد تظليت ل5 صلوات المفروضة أدس بعد صلاة الليل ساعة زلذام القرآن. كما ورد عن عثمان بن عفان يسوى الصلاة بالليل والناس نيام، حبب إلي من دنياكم 3 تمزروث، إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. بالمناسبة هناك فرق بين إلقاء السلام وإفشاء السلام، نفهمها. ولكن سيدنا عثمان إلقاء السلام تقول
ألقي السلام على فلان، إفشاء السلام. كاين فروق كبيرة بينهما. باختصار احنا الآن كثير من الناس يديروا غير إلقاء السلام، هذيك نتاع الحركات هكذا هكذا، ولا شكوى ولا صح صغير ونغلا تلقى وانا وياك انت ديرها كدير هكا بدي انتقال يلبس. هذا فرق. إفشاء السلام لازم يكون بالكلام ويرد بالكلام، ورده فريضة كما في القرآن مباشرة بنص القرآن. فردوا بأحسن منها فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ماذا بك بأحسن منها إذا أو ردوها على الأقل. وعليكم السلام. سجل الفرق الأول. الفرق الثاني إفشاء السلام معنى لمن تعرف ولمن لا تعرف. الآن عندنا عادة سيئة دخلت مجتمعنا، اللي يعرفك يسلم عليك، اللي ما يعرفكش ما يسلمش عليك. صح ولا ماشي صح؟ وديو فانتوما تسلموا على الناس ما يردوا لكم السلام، تقولوا السلام عليكم يخزر فيك. إذا كان يعرفك غير يرد لك، ما يعرفكش يعني في أخلاق تروح شوية شوية. كي دير ترمومتر هذاك يعني الرادار يتبع، تشوف كاين عادات سيئة راهي تدخل فينا، تدخل لا وبقوة. مازالها الآن في الصحراء، مازالها في الدشور. ثم رحمة ربي. هذه المرة كنت في تقعد ورقلة، زرت واحد المناطق مواد السوف، رحمة ربي سال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله، وتريح وتحس بواحد البركات بواحد وفي الجبال هنا في القرى يسلموا يثدرت يسلموا من ساعة تمطط صغيرة ولا كبيرة، لا السلامة ربي يسهل مرحبا، ما كان لا عقدة لا والو. وفي المدن يا لطيف زعمة مدينة وين كاين الثقافة وكاين. وصارت لكم لا صارت لي السلام عليكم ما يردوش. أنا سلمت راجل مرة ما يهمنيش، أي مسلم نلقاه نسلم عليه. ودي فوا كي يعرفك الشيخ السلام عليكم كيعقل غاله وسمعتها مرارا، اسمح لي ما عرفتكش، ويرد صافي كيعرفني سلمت عليا. خطأ خلل. سيدي الناس صباح الخير صباح الخير، مس الخير مس الخير. ذي نسلمن ذي الدشور الله يبارك الحمد لله مازال السر، مازال السر. لعل السلامة ربي يسهل. أثنتسافي ثذرين الخير ربح أصوح دار تمورت الصحراء أتصفدغ الخير الله يبارك. في مدينين لا أدري السيفيزم وقيل هذا هو السيفيزم يغلق المنصي ضرا. إفشاء السلام صافي إفشاء بعدين فينتشر هذا. وزيد فيه معنى آخر، معنى الانتشار في السلام وكذا. معنى آخر، معنى السلام حقيقة ماشي يريحوا جماعة يجي واحد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على سيلابي معناه اطمئنوا من جهتي اطمئنوا. وبعدين يروح يسرق طوموبيل، يسرق المعزة، ستي غارونتي ضمانك. يقول السلام عليكم يفكد السلام، يفكر تلويث هكا معناتها لازم قولا وفعلا. هذه بعض الفروق، وهناك فروق أخرى. لذلك الناس يطعموا الطعام أخاميش تشانغروم جمع ذي اللاز اللي في ذي عمر إفشاء السلام ونحواج لابي، نحواج الهنا، نحواج تلويث، نحواج الأمن. ربي يجعل هذا بلدا آمنا، ربي يجعل هذا البلد آمنا في القرآن على لسان إبراهيم الخليل. وزيد والصلاة بالليل والناس نيام. جاب لي ربي جربتهم كامل إن شاء الله تعالى. صلاة الليل كسل ركعتين سبحان الله تشوف الدنيا قاع ساكتة. لجميع أصحاب الدار خطر ما ذوك يشوشوا يقلقوا، وكتصلي جوه 8:30 مع الأخبار مع 9 والناس قاع تزقي وتعيط تخشع زعما. تصلي في الصالون الله أكبر وتسمع هذا يزقي على هذا وجيب لي ما كليتش وراه لي فريت وكذا، وتسمعوا كاع سولتو لي جون يحوسوا على فريت يحوسوا على الأومليت يحوسوا. ما تقوليش تخشع وانت تسمع كاع هذا الكلام يعني يجي مخك راه يتنرفي وراه. ولكن الهدوء سكون الليل جميل. وهذا في حد ذاته عامل
من عوامل الخشوع، وهو السكون، الهدوء، وهذا لا يتحقق إلا في الليل، وكلما دخلنا في الليل أكثر كلما يتحقق أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم قال صفي إذن، قال هذاك الرجل مثنى مثنى حينما سأله عن صلاة الليل، قالوا مثنى مثنى، صلي ركعتين ركعتين ركعتين، فإذا خفت الصبح، خلاص قريب يوصل الصبح، فأوتر بواحدة. ما أنت ماشي تصلي حتى الشيخ ذن صلاة الصبح وتسمع صلاة خير من النوم وانت مازال تدوبلي، ما كايش، خلاص دخل وقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، سواء تصلي في الدار ولا تصلي في الجامع، دخل وقت صلاة الصبح، الفجر انتهى، تحبس ثم توتر وقال لك فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. هذا صحيح، الحديث صحيح، أخرجه الإمامان البخاري ومسلم. رابعا وقته، وقتاش يبدأ وقت الوتر، صلاة الوتر هذه طبعا عنده وقت اختياري، عنده وقت ضروري كما الصلوات الأخرى ذكرناها. الوقت الاختياري يبدأ من بعد صلاة العشاء المؤدات إلى غاية طلوع الفجر الصادق. تبعوا مليح، من وقت يعني وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر، اللي يروحوا زقوغني يكشم وقت العشاء سقيمارا ذا الوقت الاختياري، معنى عندك حرية صلي وقت ما حبيت. كما اليوم مثلا درك نبداو على 7 مثلا وقت العشاء ولا 7 غير، خلاص مغيب الشفق الأحمر دخل وقت الوتر، ولكن درنا هنا قيد بعد صلاة العشاء المؤدات، ماشي معناتها كي توصل 7 تصلي الشفع وقبل ما تصلي العشاء، لا، الشفع والوتر يجوا بعد صلاة العشاء، بعد أداء صلاة العشاء. متفاهمين؟ نزول تصلي في العشاء من بعد نزل الشفع أو كذا الوتر. إما إلا يبغى بعد مولي تزال هذاكي ما يصليش، يروح للدار، يروح بالك يزيد يصلي في دار واش يحب، يصلي 10 8 14 20 واش يحب، جوة 10 نتاع الليل يصلي الشفع ويزيد الوتر. وممكن بعد صلاة العشاء يروح يرقد، هو حر، يرقد ينوض ساعة قبل الفجر ويصلي صلاة القيام، صلاة الليل ما تيسر، وبعدين يختمها بالشفع ويزيد الوتر. صافي الوقت ويجيك اختياري. الوقت الضروري طبعا هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا آخر صلاتكم وترا، حديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم. زيد الوقت الضروري من طلوع الفجر الصادق، يعني سقسمي أديك الشم الوقت من الفجر الصادق، يعني انتهز يشمد الفجر انتهز خلاص إلى غاية تمام صلاة الصبح. علاش قلت تمام صلاة الصبح؟ لأنه قادر تصلي تنوض قبل بعد الأذان ب20 دقيقة بنصف ساعة بعد أذان الفجر، قادر تصلي ثم تصلي الشفع والوتر. إلى نوضت بعد 40 دقيقة، بعد 45 دقيقة، 4 ساعة قبل ما يشرق الشمس، الوتر تصليها أيضا. ولكن فقط هنا مسألة مهمة، إذا شفت الوقت اللي بقى لك يكفي لصلاة الرغيبة وصلاة الفريضة الصبح وصلاة الشفع والوتر، الله يبارك، تصلي الشفع تزيد الوتر تزيد الرغيبة الفجر واسترنوض صلاة الصبح الفريضة. إما ثولاظ الوقت ما يكفيش صلي الوتر ولو بالفاتحة، ولو بالفاتحة، خلاص بسرعة كما صلاة الوتر ولو بالفاتحة بلا ما تزيد الصورة، ركعة واحدة، وبعدين تصلي الرغيبة وتكمل مع الصبح. وإذا كان شفت باللي ما يكفيش تصلي الوتر وتصلي الفريضة والفجر اللي هو الرغيبة تخلي تقضيه بعد الشروق. هذه إذا كان في سؤال بعد يعني هكذا. طيب، وطبعا هنا ما دام الوقت ضيق يسقط الشفع، الشفع يسقط
المهم أحرص على صلاة الوتر، خطر عليها اللي يأكد النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. في حديث لعبد الله بن مسعود يقول رضي الله عنه قال: ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر، لا أبالي. معناتها شوف الأهمية في صلاة الوتر. وفي حديث آخر ذاك الصحابي اللي بدا الإقامة قالوا حبس الإقامة باش نصلي صلاة الوتر وبعدين دير الإقامة، ولكن قبل ما يكمل الإقامة، خاطر لا صلاة إلا القائمة. خلاص أقيمت الصلاة ندخلوا. حتى في الفرائض إذا واحد ما صلاش المغرب ودخل الجامع، إذا كان أقيمت الصلاة يدخل مع الشيخ صلاة العشاء، لأنه الصلاة أقيمت. وننبه بأن صلاة الوتر لا قضاء، لا تقضى صلاة الوتر. إذا واحد راح صلى العشاء وكان تعبان ورقد، قال له نوض قبل الفجر ونصليها، ونوض على 8 تاع الصباح، راحت، ما يقضيش الوتر. يقضي الفجر نعم ويقضي الصبح، ولكن الوتر لا تقضى. صافي وين يثفات الوتر تظليت الوتر وتيق الطيارة بعد ملي كفى الوقت يسكذاين تزول الصبح وكذا يطفي كياض تروح وذكر داري مدي شرقية طيش من بعد تظليت الوتر وتتزل دار. ننبه المسألة أخرى مهمة أيضا عند جمع صلاتي المغرب والعشاء. وزرم الجمع صلاة المغرب والعشاء إما يكون مثلا في السفر، ولا يكون عند المطر والوحل وكذا، وإن كان الشروط اللي يذكرها العلماء أحيانا ربي يستر وخلاص، يعني ربي يستر. يعني تجمع صلاة المغرب والعشاء يوثقفوا الهواء نطر، وبعدين نصلي مع الإمام صلاة الجماعة، نصلي صلاة المغرب ونكملوا معها العشاء. بعض الناس يروح يصلي الشفع الوتر ما يصليهاش، مازال ما وصلش. الوقت نتاعو يبدأ من مغيب الشفق الأحمر. إذا كان لو كان اليوم مطر وصلينا مع العشاء مع المغرب صلينا العشاء نروحوا لديارنا، ما نصليوش الشفع والوتر، نخليوها حتى يوصل وقت العشاء ونصليوها. فهمي يا جماعة الخير، نجمع نزول المغرب وقت العشاء ما توث لهوانا كذا، فبالتالي ونزل الشفع الوتر. الشفع الوتر نروح على المذي خاملنا غنتنزل ميدي الشم الوقت العشاء فينا انزل الشفع انرنو الوتر. وين يبغى يخدم القيام لا يخدم القيام، يبغى نجي مال الفجر نقبل الفجر اثني يخدم هكذا كيف اثن الند باللي يجوز. وكذلك في السفر، رحنا في سفر الى مثلا الى وهران ولا الى غردايه ولا ورقله ولا الاضرار، وصلنا لواحد المسجد صلينا المغرب وبعدين نصلي العشاء، خاطر نحن في سفر. جمع التقديم نقدموا العشاء مع المغرب، نصلي جمع التقديم قصرا، المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعات فقط، ولكن صليناها مع المغرب جمع التقديم قصرا. الشفع والوتر ما نصليوهش، نروحوا نكملوا السفر نتاعنا، كي يدخل وقت العشاء ثم يجوز لنا باش نصليو الشفع والوتر، كما يجوز تأخيره إلى ما قبل الفجر. يجوز ونظل لما قريب الفجر. بالمناسبة بعدين نتحدث عمر بن الخطاب وابو بكر الصديق، واحد منهم يأخر الاخر منهم يقدم، ستسمعون ان شاء الله. طيب ثورة نروح خامسا مندوبات صلاة الوتر. ساعة المندوبات يعني هذه أمور مستحبات إلا قد تمرد ولا غنغاس نتمشى القيمة. أمزوارو أداء صلاة الوتر بعد الشفعة، هكذا يعني فعل صلاة الوتر أو أداء صلاة الوتر وهي ركعة واحدة عقب صلاة الشفع. أما كنا كوين السم ينظر أنزل الشفع ركعتين ونرنذ فيرس الوتر.
حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق، أكيد ينا، فمن شاء فليوتر ب5، يعني يصلي ركعتين هكا وبعدين يصلي يوث. ومن شاء فليوتر ب3، يعني الشفع أكد الوتر. ومن شاء فليوتر ب1، ما إلا يسعى العذر وكذا ممكن. حديث صحيح رواه الإمام أبو داود والإمام النسائي والإمام ابن ماجه. والسن المندوب الثاني الفصل بينه وبين الشفع بسلام، ذكرنا هذا فيما سبق في يوم من الأيام. حديث ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنه رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة يوتر بها ما قد صلى. هذا ما كان البخاري ومسلم. بمعنى إلى واش نفهموا كي قال مثنى مثنى، معنى نفهموا بعد كل ركعتين يسلم، زول ركعتين سلم، زول ركعتين سلم، ركعتين سلم، من بعد الزاد الشفع سلم، أبري الوتر سلم. وهذا هو المألوف عندنا والمعروف. ميم ذي التراويح نزل أكد الشيخ هذه زال ركعتين 8 ركعات، وذيرنو الشفع 6 ركعات، وذي السلم من بعد ذي الزال الوتر أكا. ولكن ربما تلاحظون يعني أحيانا من يصليهم كاملين هكذا 3 ركعات، يصل ركعة الوتر بركعتي الشفع بلا فاصل سلام، هذا موجود. وطبعا هذا يحدث نوع من البلبلة بين المصلين حتى في الحرم. أحيانا إمام الحرم في التراويح كي يكمل التراويح يصلي الشفع الوتر ويصلي، وتسمع ناس يقولوا سبحان الله سبحان الله، واللي ما يعرفش باللي يجوز يقولوا ما الإمام غلط، ولازم المأموم يقول له سبحان الله باش يفهم باللي راه غلطان باش يرقع الصلاة. وحكيت لكم حكاية قلت لكم اذكروا ذكرتها هنا. في واحد رمضان صارت فتنة في واحد الجامع. واش من السبب؟ واحد ضيف الإمام احترمه قدمه باش يصلي صلاة الشفع والوتر، دار الدرس وبعدين كي يكملوا الإمام صلى التراويح أبري قال له الشيخ صلي الشفع والوتر. كيفاش صلى؟ جابهم كامل سيرني كي المغرب، ولكن المغرب عندها السلام تحيات بين هذه ديريكت، صلى ركعتين وزاد كمل الثالثة، استناو باش يقول يريح التحيات، هو ناض وزاد يقرأ ويقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. كي يسلم هنا المشكلة. ما هي المخالفات اللي دار هذا الإنسان؟ شكون نقول هذه؟ ما هي المخالفات التي يزوريت الديريكت سنينا راه بلا ما يناسن. لو كانت ولا سنينا جماعة الخير اليوم نصلي بكم الشفع والوتر جديد، ممكن ظرف مخفف دي سيركونسونس اتينيونت. لا، المخالفة الثانية ما عندوش حق، هو ليس إمام المسجد هكا، ليس هو ضيف، لازم يعرف قدره. هذه الأمور تاع الإمام هو اللي يديرها، هو بغى يقولها للناس يقولها، يعلمهم يعني فيصلون بسابق علم، يسبق العلم ثم باش يشغلوا. علاش نقول هذا الكلام؟ باش الإنسان لابد أن يعرف قدره، لابد أن يعرف قدره، قد يصير قدر ناس. الأمر الثالث قال لهم انتم اللي ما تعرفوش الفقه، هذا غافي هذه زاد عماها كاع، وكذا قل الفهم هذا قل نصرف كاع. اكر وقور ديالنا اكر مشكلة، صدقوني غير هذه المشكلة. شفتوا احنا كمسلمين شفتوا كيف يعني ماناش بخير في هذه الأمور، والله مانا بخير.
العلم بيبري وتصرف كاع بيبري تيري برك. الفتن فيه تفنن في الفتن. علاش صار مشكلة؟ تصور يجي واحد جامي صلى ويلقى المسلمين مختلفين على هذا، واش يقول؟ يقول ما هكذا انا راه لاباس خير منكم، انا نقدر الناس ونحترم وقلبي بياض ونقدر الشيوخه ونقدر الجوامع ونحب القران ونحب النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع ذاك الحديث، انت مع من احببت يا هكذا. قال له صافي نحبه بلا ما نصلي، بنحبه حبه كاين مي قضيه الصلوات وكذا الله غالب. هذوك مازال كي نكبر ان شاء الله، عندي غير 60 سنه مازال. في الاشكال لماذا؟ اعتقد هذه مساله مهمه جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يحبنا باش نقراو سنته وسيرته لنعالج امراضنا، لنرمم من كسر في حياتنا وما تهشم في حياتنا. هذا أمر خطير جدا نقع فيه باستمرار. ولكن إذا كان الإنسان مع الأدب وزيد العلم يا سيدي ما يعرفش أليس كذلك؟ في قصة صارت في مسجد من المساجد خارج الجزائر، واحد من العلماء العاملين الصالحين صارت مشكلة في واحد الجامعة يصلوا 8 ولا 20. قلت لكم قبل حين صلاة التراويح مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجوز للإنسان يصلي التراويح 8 كما يصليوها في الجزائر، وفي الحرمين في مكة والمدينة وغيرهم يصليوا 20. هذا يجوز هذا يجوز. فهذا البلد صار خلاف في أول ليلة نتاع رمضان، دو كلان. فريق الأول يقول لك نصليوا 8 خاطر في أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفريق آخر يقول لك لا نصليوا 20، وفريق آخر يقول نصليوا 13 مع بالشفع والوتر. المهم صار مشكلة صافي ما كوالو. وجا واحد حكيم احتكموا إليه، تعرف ايش قال لهم؟ قال لهم صلاة العشاء فرض ولا سنة؟ قالوا العشاء فرض. شحال يصليوها؟ قال 4 ركعات. يا أخي ماكش مختلفين، العشاء 4 ركعات الحمد لله. قال لهم الأخوة الإسلامية فرض ولا سنة؟ جاب لهم الآية إنما المؤمنون إخوة. صافي فريضة، الأخوة الإسلامية فريضة، لا يجوز أن تفرقنا لا التركات ولا الاختلافات الفقهية ولا. صافي الأخوة تجمت ويضمن ربي ذا الفرض. إلى صلاة التراويح فرض ولا سنة؟ طبعا سنة. قال لهم صليوا العشاء جماعة، حافظوا على الأخوة، حرز التجمة نون وروح سخان النون. صلي انت بغير زال 8 20 14 60 70 واش قدرت. قلت لكم في هذا المجلس في واحد تائب يصلي 100 ركعة يوميا نافلة، إلا ما قلتها شيء نقولها، وارتكب جميع المعاصي وقد أذن لي بالرواية باسكو عجبني، كنت نحلل فيه قلت بزاف عليه. يوميا نوضع الوحدة نتاع الصباح يوميا سقر بزاف اخويا. ليش نصلي؟ ليش حبيت نكومبونسي. شوف التوبه النصوح يا مرات رابي كاع لو روتار. جامي شفت واحد كيما هذا، وهذه ماشي في عاد التابعين ولا هو درك عايش. خاطر مليح نذكروا ايضا امثله نماذج معاصره تاع الان. انا عاميه بالسيف بليغوسياسيون درك وصل على 3 بالسيف نحتم نقول لا حل سقر بزاف عليه الى انا فيك نوض ماشي على الوحده نوض هي جوت 4 ولا. قال لي لا قال لي 3 هذا اخر كلام. هذا واش قدرت 100 ركعه بين نوافل النهار ونوافل الليل وهي اكثر. جماعه الخير الله يبارك خير ربي. ولو البارح ماشي البارح والبارح تلفوني كاع الايام حكيتها لكم البارح، الحكايه نتاع المراه العجوز هذيك اللي كانت صافي مالو البارح هذه. الو عجوزه من 1952 هي زادت في 1912. شحال في عمرها؟ 103. من 1952 شفناها له البارح الله يبارك. تصوم الاثنين والخميس الفصل 4، وصلاة الجمعة كي تتأخر على 9:30 نتاع الصباح، الساعة 9 بشهادة
3 أئمة، الكبير والأوسط والصغير. الحديث يعني قال لك على الساعة 9:30 أقصى حد تدخل الجامع وتدعي ربي تقول يا ربي حرز لي عقلي. وترك عندها قرن 3 سنوات ما شاء الله إلى الآن عندها 6 شهور اللي حبست صلاة الجمعة خطر نماذج. وشفنا ثاني واحد مات العام اللي فات الله يرحمه، قرن و3 سنين وشوية كان يصلي صلاة القيام التراويح واقفا في الصف الأول، وفي شريط مسجل هكذا هو أمامي وأحدثه سنقرأ يا شباب تعالوا اقتدوا بهذا. عنده قرن و3 سنين وشوية يحافظ على الصلوات هذيك بين المفروضات وصلاة التراويح مع الإمام في الصف الأول، وفي العشر الأواخر يزيد التهجد قائما، ماشي يريح اللور كيسمع الشيخ الركوع لا فيتاس. كنت تسمعوا الدرز دي فوا تسمعوا كيفاش يجري. على اخويا عييت معليش اخويا كركع الشيخ ركع معه ماشي دغا في نماذج. اذا صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فصلى ركعة واحدة يوتر بها له ما قد صلى. معناتها نفهم من هذا الحديث أنه يسلم مثل كم ركعتين تسلمض بين الشفع والوتر، إذن يكون السلام بينهم. وعنه أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليم يسمعنا. هكذا في الحديث، حديث رواه ابن حبان ورواه كذلك الإمام أحمد في مسنده. معناتها ابن عمر يسمع ويشوف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الشفع يسلم أم بعد يزيد الوتر مع جواز الجمع بينهما. معنى ما ناش نقول لا يجوز، ولكن عندنا في الفقه المالكي مكروه. هذا هو وإذا كان أخطأت فلا حرج ما كان حتى مشكلة. وإذا صليت مأموما ترفع الكراهة. الله أكبر. صلي وراء إمام. شوف الإسلام كيفاش يعلمنا ويؤدبنا في الوقت نفسه. صلت وراء إمام جمع بين الشفع والوتر ما عندكش كراهة، ما كاش كراهة، اطمئن تماما. المندوب الثالث تأخيره إلى آخر الليل. يعني ماذا بك فزرت الوتر جيت سنقاروت. في من أحاديث ابن عمر اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه في البخاري ومسلم. حديث جابر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف وين يقاذن أن لا يقوم من آخر الليل. علاش قلت تأخير آخر الليل؟ ولكن دولوا قيد لمن كان معتادا على الاستيقاظ. وين يولفن سنكار الفجر وين معليش ما يلاونا بيبري ينوض الفجر ابري 6 شهور ما ينوضش يقول لك انا ندوزي حبيت ناخر. ما تاخرش يا ولدي، صلي بعد الشفع بعد الوتر بعد العشاء وتتهنى والسلام. كان ابو بكر الصديق يصليها بعد العشاء، وابو عمر بن الخطاب ياخذ بالعزيمه ياخروا. الله يبارك. هذه الخير كان هنا كان المهم نصليوا. لحديث جابر انه قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف ان لا يقوم من اخر الليل وين يقعد نتسنكرر يعني ذكض ثيريس فليوتر اوله بعد العشاء. ومن طمع، شوف الحديث طمع، والعلماء اللي شرحوا الحديث يقول لك غلب على ظنه، والعبره بغلبه الظن. يعني السنين ما يرضى بس قيت صغزي كذكرى ثورة الرفايل لي بورطابل، وإن كان الرفايل ثورة ولا شيء لي بورطابل. ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. هكذا ورد في الحديث الذي رواه الإمام مسلم مشهودة. إن شاء الله لها فضل كبير. المندوب الرابع قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين بعد سورة الفاتحة. واكملوا بعد الأذان إن شاء الله. يا الشيخ محمد دار فيها حال هذا على بالك يدير لي هكذا بار يدير له هكا يدير صفر معناتها قال صفر نسكت واعر هذا على بالك ما يزيد لي والو هكذا صفر.
إذن لا نزال مع مندوبات صلاة الوتر. وصلنا إلى الرابع يعني يندب يستحب قراءة سورة قل هو الله أحد، سورة الإخلاص، مع المعوذتين. هذا في صلاة الوتر. في حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين سئلت بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سقسوها واش القرآن اللي قرأه النبي عليه الصلاة والسلام في الشفع والوتر. فقد سيدة عائشة رضي الله عنها كان يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، معنى فهمنا باللي راهي تتكلم على الشفع. وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون، هاي الشفع. وفي الركعة الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين. هكذا نص الحديث. صافي راكم تلاحظوا، حنا لاحظوا أئمتنا كي يصليوا بنا يديروا هكا عادة، ولكن أحيانا يقرأوا قرآن آخر وليس في ذلك حرج. ركعة من الشفع ثم زوارث مثلا في التراويح ما ننزل في رمضان، الشيخ غادي يزال ركعة مزورث من الشفع في الفاتحة، خاطر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب سورة الفاتحة. وسير نسبح اسم ربك الأعلى. الركعة في السنات في الفاتحة أكد قل يا أيها الكافرون. من بعد هذه السلم، هذه كرغ الوثر، هذه الزال سورة الإخلاص قل هو الله أحد، الفاتحة قل هو الله أحد، وسير نقول أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. أحيانا يكتفي بقل هو الله أحد هكا يثلى صافي. إذن ما هو السند نتاع هذا الأمر؟ هو هذا حديث سيدة عائشة
أم المؤمنين رضي الله عنها. صافي إذن هذا مندوب خطر يعني اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مثلا القرآن وايض عادي يجوز ليس في ذلك، إنما هذا من باب الاستحباب ماشي من باب الوجوب، هذا مستحب. المندوب الخامس مازال سين، الخامس هو الجهر بالقراءة. الجهر بالقراءة أعلاه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، للحديث المذكور سيدة عائشة سمعت، نفهموا باللي سمعت، وهذا من فقهها ونقلته إلينا رضي الله عنها. سلا مادام السلا خاطر كان قرأها سرا، شو الإنسان ماذا خام هذه الزلجة ماذا قال الجامع منصور داكي ما نجهروش، خاطر كان جهروا أنا مجينين غلام ماذا خام نصلي مثل الجهر عادي هكا. صافي الحديث المذكور هو الدليل نتاع هذا المندوب السادس هذا الخامس اللي هو الجهر بالقراءة في الشفع والوتر لفعله صلى الله عليه وسلم لحديث عائشة المذكور، لأنها سمعت، ذكرت أن ما سمعت ولو لم يقرأ جهرا ما سمعت. المندوب السادس الأخير صلاة الوتر جماعة في رمضان فقط، يعني في صلاة التراويح فقط مع الإمام. هذا مكان بمعنى أكم تشوفوا في رمضان نصلوا مع الإمام صلاة النافلة تراويح، أم بعد نصليوا موراه الشفع والوتر. ولكن في غير رمضان هذا نحكمه الشيخ محمد نقول الشيخ صلي بنا العشاء وزيد صلي بنا الشفع والوتر، لا. لذلك هذا مندوب لفعله صلى الله عليه وسلم ولفعل الصحابة رضي الله عنهم من بعده، في عهد أبو بكر الصديق، في عهد عمر، في عهد عثمان، في عهد علي إلى آخره. الصحابة هكذا كانوا يفعلون، يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، كي يخدم من الصحابة هكي يخدم النبي عليه الصلاة والسلام كي يخدم من الصحابة. طيب إذا كان واحد صلى الوتر مثلا هل يجوز له باش يصلي وتر آخر؟ لا. حديث النبي عليه الصلاة والسلام يناد لا وتران في ليلة، حديث صحيح أخرجه الإمام أبو داود والإمام النسائي والإمام أحمد وغيرهما من الأئمة. مع انتهى وين يظل صلاة الوتر ثركة بعد العشاء ما يروح يتصي كرد يسعى الحق هذه الظل تراويح، هذه الظل القيام ركعتين 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 زايد بغير، ولكن ورنو يرى صلاة الوتر واحد خاطر الظل ديون يكفي. ماذا النافلة ماذا صلاة الليل قيام الليل ما كان لنا طبعا في الها ويسعى غزر دم قرآن يسعى الفضل دم قرآن غير سيدي ربي. آخر نقطة ثم اختم بواحد الخاتمة إن شاء الله. سادسا مكروهات الوتر. مكروهات الوتر المكروه ثلاثة قلنا، المكروه مزوارو الوتر صلاة ركعة واحدة يعني من غير شفع، ثقي على الكراهة، على الكراهة مكروه. مما لا ينيعي وكذا يظل الوتر واحد يجوز، ما إلا تسوي لي الصحيس وكذا هذه يظل الشفع وذير الوتر. ذكرنا ذلك في المندوب، قلنا صلاة تكون مسبوقة بركعتي الشفع. وثورة ذكرناها في المكروهات، مكروه يون يكتفي يصلي الوتر وحدها يعني ركعة واحدة. المكروه الثاني تأخير صلاة الوتر إلى الوقت الضروري إلى طلوع الفجر الصادق، وقد ذكرناه قبل حين ولقات أخرى، وهذا أمر يعم كل الصلوات. يكره بل يعني تأخير الصلوات إلى الوقت الضروري إلا لعذر. إذن تأخير صلاة الوتر إلى الوقت الضروري لعذر أمر جائز بلا كراهة، ترتفع الكراهة هكا. وفي ثلاثة وصل الشفع بالوتر، أما كدنا هذه سدوك الركعتين الشفع وكذا الوتر من غير تسليم من غير سلام، هذا مكروه عندنا في الفقه المالكي، ولكن إلا إذا تقيد المأموم بالإمام، صلى وراء إمام يصل فترتفع الكراهة والحمد لله. وخاتمة القول نقول فقط رسالة: لولا خدام السنة ما وصل إلينا هذا الميراث. والناس وهم يحتفلون بالمولد النبوي الشريف يعني الله يبارك، ولكن لا بد من تحديد ضبط المقاصد.
ومن مقاصد الاحتفال أننا نخدم السنة كما خدموها الأوائل. شكون اللي خدم السنة؟ الصحابة، أليس كذلك؟ رضي الله عنهم جميعا، وهم عندنا عند أهل السنة والجماعة كلهم عدول، وإن كانوا يتفاوتون، وتفاوتهم يؤدي إلى تكاملهم، فهم يتكاملون ولا يتكررون. أبو هريرة تسمعوا به، هو اللي يروى بزاف الأحاديث. شكون اللي يغلبوا بزاف؟ يغلبوا واحد فقط من الصحابة، لا مش عائشة، وإن هي روت كثير أيضا، عبد الله بن عمرو. وأبو هريرة هو الذي يقول، قال لك ما كاينش واحد صحابي روى الأحاديث كيما انايا، قال لك ما عدا واحد اللي هو عبد الله بن عمرو. تعرف واش قال؟ قال لك لأنه كان يكتب ولا أكتب، هو كتب ما يسمى بالصحيفة الصادقة، هكذا تلقب، هكذا تسمى. هذه فقط إشارة باللي هناك ما هو مكتوب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يكتب ولا أكتب، هذا كلام أبي هريرة. وكذا كان صحيفة أخرى، صحيفة لعلي بن أبي طالب، كتب فيها بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من كتابات النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمال وإلى كتاباته. وكذلك الوقت لا يسمح باش نفصل في هذا الأمر. وكذلك صحيفة زيد بن ثابت في الفرائض، هذو الصحابة خدموا السنة وخدموا القرآن طبعا، حفظوا القرآن في صدورهم في رؤوسهم ونقلوا إلينا متواتر الحمد لله، ولا يزال بحفظ الله عز وجل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وخدموا السنة وكانوا يرعونها بتفاصيل دقيقة. اقرأوا الموطأ إن شئتم تلاحظون دقائق الأمور، شيء عجيب جدا لا يمكن في حياة الناس اليوم أن يحصل، ولا في حياة أي قائد أو كائنا من كان. ولكن اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم باش يخدم شي حركه الى كلش بالتفاصيل. ثم التابعون ايضا خدموا السنه. وكي جات حركه الوضع في الحديث اللي كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، كذبوا عليه او مسك حتى واحد. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وناس يدفن في النبي صلى الله عليه وسلم يعمد ام كان في جهنم باش الغشو يسكت يدفن في الناس. مي كاين اللي ما يخافش ربي ويكذب عليه. وزاد جاب حديث آخر قال من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. ما كاينش متعمدا، باش الإنسان كي يقول حديث عص روحك. هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان أحد الناس يقول قال فلان وهو ما قالش، يتقلق يقول أنا والله ما قلت، أنا ما قلتش. يغلق الحال خاطر قال قولت ما لم تقل. الناس الفلانيين ذاك شد النظاره كي هذا الحال يرنك شك ذنك عادي، بشر عاديين، ولكن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو في تشريع كنذكر كلام ينسب إليه. ظهرت حركة الوضع في الحديث، شكون اللي يفريها؟ وراهم رجال اللي فعلا يحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويخدموا الميراث نتاعو من المواقف اللطيفة الرائعة. قالوا له يا إمام، راحوا لعبد الله بن المبارك قالوا يا إمام هذه الأحاديث الموضوعة أبوها المؤمنين أبوها يا العرب، استغاثة يعني بالرجال الأوفياء المخلصين. ولا يقدشم في السنة ولا يصغر بلا السنة غتزيز دين السنة. ناس هذه الأحاديث الموضوعة ما قالوش خاطيني أنا، خاطيني بروبلم أنا، خاطيني مشاكل أنا، لا قالوا تعيش لها الجهابذة. الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. علم الإسناد، السند، طريق الموصل إلى المتن، سلسلة الرجال الرواة اللي وصلنا حتى المتن. علم الرجال حاجة كبيرة بزاف. قال الإسناد من الدين. وقد قال الإمام الشافعي أيضا من أسند فقد حمل. وهنا أيضا فتحوا قوس أدوات الرواية وطرق التحمل والأداء اللي هي 8. كاين السماع عن الشيخ، كاين القراءة على الشيخ، وكاين أيضا الإجازة، وكاين المناولة، وكاين الوصية، وكاين 8 طرق. معناها هذه كلها اعتمدوها هؤلاء الرجال. نروح حتى إلى عهدنا. إذا قبل ذلك جاء الموطأات، منها موطأ الإمام مالك
يجمع السنة. قال فتيد هناك أحاديث نذكرها في هذه المجالس العلمية، الموطأ الإمام مالك، وهناك المسانيد كمسند أبي يعلى ومسند الإمام أحمد، وهناك الجوامع كالجامع الصحيح البخاري وصحيح مسلم، هناك المعاجم كالمعجم الكبير والأوسط والصغير للإمام الحافظ الطبراني، وهناك المصنفات كمصنف عبد الرزاق، وكان السنن كسنن أبي داود والنسائي والترمذي وكذا. خدموا هذه طرق وأساليب التصنيف في الحديث في السنة. شفتوا كيف يخدموا ساهرين. وروي عن بعض العلماء يقطع 1500 كيلومتر من أجل باش يصل السند برجل واحد، ماشي من أجل حديث هذا باينة، لا، باش فقط راح له رجل في سلسلة السند يبحث يدير 1500 كيلومتر، ماشي بالكاتكات، ماشي بالطيارة، ماشي، وتعرفين إما فوق الجبل يمشي على رجليه وهكذا. شوف هذه الغيرة. نرجع للجزائر بلادنا. أرشدكم إلى محاضرة ألقاها الأستاذ المهدي بوعبدلي في 1982 بملتقى الفكر الإسلامي السادس عشر اللي كانت من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ملتقيات الفكر الإسلامي تحت عنوان كبير: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ألقى محاضرة تحت عنوان: اهتمام علماء الجزائر بعلم الحديث قديما وحديثا. إذن الحمد لله عندنا علماء نتاع الجزائر خدموا السنة. في رمضان اللي فات في المسجد النبوي بالذات في المكتبة نتاع المسجد النبوي لقيت 12 عالم من علماء الجزائر خدموا السنة. أول من شرح صحيح مسلم جزائري في المسجد النبوي زهيت، فرحت، قلت يا ربي الحمد لله، اكتشاف. صافي عندنا النيف وعندنا الحرمة لا بأس، ولكن هذا السلف نريد أن نقتدي بهم. وقرينا عن عيسى بن مسعود، الشيخ عيسى بن مسعود المنقلاتي. روح البلاد قبائل يقول لك جدي المنقلات، يروح كان يموت القبائل يعرفوا كان اللي غلط ويحلف به غلط، هذا لا يجوز. ولكن هذا عالم من كبار علماء الأمة، الشيخ عيسى بن مسعود المنقلاتي، تموت القبائل بذرار مس بذرار، حفظ الموطأ كاملا وحفظ المختصر الفقهي، وهو من المختصرات الكبرى سيدي خليل في 3 شهور ونص، وشرح صحيح مسلم في 12 مجلد. هذا منين؟ منا نتاعنا، نتاع بلاد، نتاع الجزائر، وغيره. إذن هذه السنة جماعة الخير. اعتذر لهذه الخاتمة، هذا سلفنا فلنكن في مستوى السلف. شكرا لكم والسلام عليكم.